السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة دروس كمبيوتر. في الفيديو ده هنتعرف سوا على كيفية استخدام برنامج كويك شير، والبرنامج ده إحدى برامج شركة جوجل. عشان كده أي حد معاه موبايل أندرويد هيلاقي البرنامج ده موجود عنده في الموبايل. والبرنامج ده وظيفته نقل الملفات ما بين أجهزة أندرويد المختلفة وكمان بين أجهزة أندرويد والكمبيوتر. لكن أهم شرط لازم يتوفر في الكمبيوتر عشان أقدر أستخدم البرنامج من خلاله إنه يكون فيه البلوتوث، لأن البرنامج ده في الأساس بيعتمد على البلوتوث في نقل الملفات. فأنا في الفيديو ده هشرح إزاي أنقل ملفات معينة ما بين موبايل أندرويد وما بين الكمبيوتر باستخدام الكويك شير. قبل ما أبدأ بفكرك تعمل سبسكرايب في القناة لو أنت مهتم بشروح الكمبيوتر والتكنولوجي بشكل عام. يلا بينا نبدأ سوا. طبعا كده البرنامج موجود في أي موبايل أندرويد، وبالتالي تعالوا نشوف سوا ازاي نثبت البرنامج على الكمبيوتر. في الكمبيوتر ممكن احمل نسخة البرنامج من كذا مصدر، ممكن احمله من مايكروسوفت ستور، او ممكن ادخل على الويب سايت الخاص باندرويد وفي السيرش اكتب كويك شير واحمله واسطبه. وانا عن نفسي بفضل الطريقة دي لان انت كده بتضمن ان انت بتحمل احدث نسخة موجودة من البرنامج، فنصيحتي ان انت تحمله من موقع اندرويد ذات نفسه. بعد تسطيب البرنامج هشغله. اول ما هشغله هتبص هتلاقي ان هو بيخيرني ما بين ان انا اعمل ساين ان، وطبعا هنا ساين ان او تسجيل الدخول هنا هيبقى بحساب الجيميل بتاعي، او ممكن استخدم البرنامج بدون ما اعمل ساين ان. الفرق الاساسي بس ان انا لو عملت ساين ان بحساب الجيميل هيبقى عندي اوبشن زياده مش موجود في فكره ان انا افتح البرنامج من غير تسجيل دخول. هيبقى عندي اوبشن ان انا اقدر لما اعمل سند او اعمل ريسيف هيبقى بيني وبين الكونتاكتس او جهات الاتصال اللي عندي في الجيميل فقط. فده اوبشن زياده وميزه لو انا عملت ساين ان، لكن لو انت حابب تستخدمه من غير ما تعمل ساين ان فده متاح. فبالتالي انا همشي على الاوبشن دوت اللي هو فكره ان انا ممكن استخدم البرنامج من غير ما اعمل ساين ان. الخطوه اللي بعد كده بقى بيطلب مني ان انا اعمل سيت اب او تهيئه للبرنامج قبل ما يفتح ويشتغل لاول مره. فيعني عايز اغير اسم الجهاز، بيعرفني موضوع السند، بيعرفني موضوع الريسيف، الفيزيبيليتي وهكذا. كل ده بظبطه وبعدين بضغط على زرار دن هلاقي البرنامج فتح معايا. تلاحظوا كده في البرنامج ان هو بينبهني ان البلوتوث مش مفعل، فبيطلب مني تفعيل البلوتوث. وممكن لما احب افعل البلوتوث ممكن اضغط على كلمه سيتنجز فهيدخلني على الاعدادات الخاصه بتفعيل البلوتوث من داخل الجهاز. او ممكن ابسط حاجه لو انا حابب افعل البلوتوث قبل ما اشغل البرنامج، ممكن من التاسك بار او شريط المهام تحت عند الساعه كده لو دوست هبص هلاقي ان من ضمن الاوبشنز اللي عندي ان انا ممكن اعمل تفعيل او ان انا اوقف الاوبشن الخاص بالبلوتوث. دلوقتي بقى بعد ما خلاص شغلت البلوتوث، البرنامج دلوقتي بقى متاح ان انا اقدر من خلاله استقبل ملفات من اي جهاز قريب بيستخدم الكويك شير، او ان انا ابعت ملفات. فلو انا عايز ابعت ملفات لجهاز تاني هتبص هتلاقوا تحت كده مكتوب دروب فايلز اور فولدرز تو سند، وتحته كده امر سيلكت. فلو ضغطت على سيلكت هيخيرني ما بين ان انا ابعت فايل او فايلز او ابعت فولدر. لكن لو عايز استقبل ملفات مش هعمل اي حاجه غير ان انا اتاكد ان البلوتوث مفتوح، وكمان اغير حاله الفيزيبيليتي او الحاله المرئيه الخاصه بالجهاز من ناحيه الشمال. فهتلاحظوا ان الوضع الافتراضي ان مكتوب ديفايس از هيدن، بمعنى ان الجهاز هيبقى مخفي، وده طبعا الخيار الافضل طول ما انت مش بتستخدم البرنامج او مش ناوي ان انت تستقبل او تبعت ملفات. فمجرد ما تغير رايك او مجرد ان انت تبقى عايز تبعت او تستقبل ملفات فالمفروض ان انت تغير الحاله دي. فطبعا هتلاحظوا هنا عشان خاطر طبعا ان انا فتحت الجهاز بدون ما اعمل ساين ان، فما عنديش غير خيار ان انا اتعامل مع اوبشن everyone، فانا هختار everyone. هتلاحظوا كمان مكتوب فوق كده ديفايس نيم او اسم الجهاز، وده الاسم اللي الجهاز بتاعي هيظهر عند الاجهزه التانية. لو عايز اغير الاسم دوت ممكن اغيره من الاعدادات. فلو دخلت على الاعدادات هبص هلاقي من ضمن الاوبشنز ان انا ممكن اغير اسم الجهاز، ممكن اغير كمان المكان اللي هيتم فيه استقبال الملفات اللي هتجيلي، ممكن اغير حاله الفيزيبيليتي. كمان في اوبشن كده ان البرنامج يشتغل بشكل تلقائي لما بشغل الويندوز. انا عن نفسي يعني مش حابب ده يحصل، فبالتالي هوقف الاوبشن دوت وهكذا. فزي ما انتم شايفين السيتنجز سهله جدا والتعامل مع البرنامج سهل جدا ما فيهوش اي تعقيدات. كده البرنامج بتاعي بقى جاهز تماما لاستقبال اي ملفات. فتعالوا نتخيل دلوقتي ان انا عايز ابعت ملفات من موبايل اندرويد لجهاز الكمبيوتر. فبالتالي انا كده سطبت البرنامج وهيأته لعمليه الاستقبال. تعالوا بقى دلوقتي نروح ناحيه الموبايل، تحديدا موبايل اندرويد، ونشوف ازاي نبعت ملفات من الموبايل
باستخدام الكويك شير. دلوقتي انا في ناحيه الموبايل، لو انت عايز تبعت اي ملف او ملفات، كل اللي انت بتعمله ان انت في الاول بتفعل خاصيه الكويك شير او برنامج الكويك شير. بمنتهى البساطه بتطلع فوق بتسحب الجزء بتاع النوتيفيكيشن اللي احنا بنسحبه كلنا كده من اعلى الشاشه، فهتبص هتلاقي فيه خيار خاص بالكويك شير، فانت مجرد ما تفعله هتبص هتلاقي اوتوماتيك اتفعل معاه البلوتوث، وكمان هيخيرك اذا كنت انت عايز تبعت للكونتاكتس ولا ايفري ون، فطبعا هنا هختار ايفري ون. وهتبص هتلاقي بيقول لي ان الاوبشن ده هيشتغل بشكل مؤقت لمده 10 دقائق كنوع من انواع السكيورتي يعني. دلوقتي بقى بعد تفعيل الكويك شير هروح عند الملف او الملفات اللي انا عايز ابعتها، هعمل عليها سيلكت وهضغط على ايكون بتاعه الشير، هبص الاقي من ضمن الخيارات اللي ظاهره قدامي كويك شير. لما هضغط على كويك شير هتبص هتلاقوا ان هو بيبدا يعمل سكان او يبحث عن الجهاز او الاجهزه اللي مفعله البلوتوث واللي قريبه منه واللي بتستخدم كويك شير. هتلاحظوا كمان ان انا ممكن بالاضافه لكده، ودي احدى مميزات البرنامج ودي حاجه بتميزه برضو عن استخدام طريقه البلوتوث العاديه اللي كلنا عارفينها، ممكن هتبص هتلاقي ان هو بيظهر لي علامه باركود، ان ممكن الطرف الثاني يفتح من عنده او يعمل سكان على الباركود دوت، وبالتالي يحمل الملف عنده لو في مشكله مثلا في عمليه الارسال، او ممكن ابعته له كلينك يقدر يحمله على الجهاز بتاعه. فدي برضو ميزه في البرنامج. انا هبعته بالطريقه الستاندرد بتاعت البرنامج، فهختار اسم الكمبيوتر. بمجرد ما بختار اسم الكمبيوتر بيظهر هناك في الطرف الثاني عند الكمبيوتر الرساله ان في حد بيبعت لك، فيا اما بوافق يا اما برفض عمليه الاستقبال، فطبعا هنا هوافق عليها. هتبص هتلاقوا ان بيتم بالفعل استقبال الملف في المسار المحدد ليه، اللي هو في الغالب بيبقى فولدر داونلود. فزي ما انتم شايفين الموضوع بسيط وسهل جدا جدا جدا، خصوصا لو عمليه الارسال دي بتتم ما بين موبايلين اندرويد. كده كده البرنامج بيبقى نازل على الاجهزه، فلو انتوا عايزين تبعتوا وتستقبلوا ما بينكم، كل اللي انتوا هتعملوه ان انتوا هتفعلوا بس الامر بتاع الكويك شير وتشاوروا على الملفات اللي انتوا عايزين تبعتوها، والاجهزه هتظهر وتختاروها. فهتبصوا هتلاقوا ان التعامل بيبقى سهل وبسيط ومفيهوش اي مشكله. في نهايه الفيديو اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير، وما تنساش السبسكرايب. نتقابل على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.